الرز بلبن بتاعنا ما شاء الله يا حبايبي. بسم الله. ده اللي بالقشطه هو اللي دخل الفرن يا حبايبي دوت، وده بالمكسرات والفارماسيه، وده برضه بالمكسرات والفارماسيه اهوت. وما شاء الله علب يا حبايبي. العلب دي كانت عندي انا، استغلتها النهارده في عبوه الرز بلبن. كميه بسم الله ما شاء الله كبيره قد ايه، من 2 كيلو لبن وكيلو الا ربع رز يا حبايبي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل حاجه حلوه وسهله وبسيطه مع بعضينا. ان شاء الله هنعمل رز بلبن مع بعض. رز بلبن يا حبايبي اللي هو بتاع المحلات وبتاع اللي عند الحلوانيه، يعني اللي هم بتوع الكشري والحاجات دي. دايما احنا حبايبي واحنا لما ناكل كشري كده نحب ناكل ايه؟ يا اما مكسر يا اما رز بلبن. النهارده انا حبايبي قلت اعمل معاكم رز بلبن بالطريقه الجميله دي يا حبايبي. كيلو الا ربع رز، ومعايا هنا 2 كيلو لبن حليب. انا غلياه وبارد، بس هنسخن تاني قبل ما اضيفه على الرز بتاعنا. ومعايا كيلو سكر. طبعا كيلو السكر يا حبايبي هاخد كيلو الا ربع سكر، بس حسب التظبيط بتاع الرز بتاعي. دلوقتي يا حبايبي انا نجيت الرز، هغسله دلوقتي واحطه في حله كبيره. كيلو الا ربع رز ده يا حبايبي هياخد 3 كيلو ميه. بعد ما اغسله وانضفه كويس وما فيهوش اي حاجه، مش حبه رز بلدي ولا حاجه، ده حبه رز اللي هي السايب عاد الشكاره اللي هي بتاعت الطباخ ديت. واخده منها كيلو الا ربع رز. وان شاء الله تعالوا نشوف الرز بتاعنا، نمشي مع بعض خطوه بخطوه. هغسل الرز يا حبايبي واحطه في حله كبيره ونرجع معاكم على النار. هيغلي بس، ونوطي عليه ونسيبه مع 3 كيلو ميه على النار. لما الحبه ديت تتقاسم لأربعة هنشوف مع بعض هنعمل ايه يا حبايبي. اهو يا حبايبي الرز بعد ما غسلته ورفعته على النار. دول 3 كيلو ميه، انا مقدرهم بالشفشف اللي عندي اللي هو بيشيل كيلو ميه. 3 كيلو ميه بالظبط على كيلو الا ربع رز يا حبايبي. ده غير ال 2 كيلو لبن. انا مش هضيف لبن، مش هضيف سكر، مش هضيف اي حاجه خالص دلوقتي. طبعا معانا مكسرات ومعانا قشطه، لان في جزء من الرز ده هندخله الفرن يا حبايبي مع بعضينا. هنعمل رز بالقشطه ورز بالمكسرات. فان شاء الله يا حبايبي هسيبه كده لغايه الميه دي ما تتشرب خالص. وزي ما قلت لكم الحبه تتقسم لاربع حبات ديت، وكميه الرز تزيد معايا خالص، والميه ديت تتشرب. وبعدين هنرجع نضيف السكر ونشوف الرز بلبن الجميل بتاعنا ده، ونمشي مع بعض خطوه بخطوه يا حبايبي. الرز بتاعنا بعد ما اتسلق اهو، بسم الله. بصوا يا حبايبي حبايه الرز عامله ازاي ما شاء الله. بصوا عامله ازاي حبايه الرز اهي. الرز ابتدى ينشي يا حبايبي، خلاص شربت الميه كده كده. هنا يا حبايبي في المرحله دي هضيف السكر. انا لسه ما ضفتش السكر ولا ضفت لبن ولا اي حاجه. اللبن حطاه على البوتاجاز، انا غلياه يا حبايبي بس حطاه يسخن تاني علشان ما اضيفش اللبن بارد على الرز بتاعنا. بسم الله. ده السكر يا حبايبي هضيف الكيلو الا ربع سكر هو اللي قلنا عليه. اللي حابب يحط نص كيلو يا حبايبي بس يحط، اللي حابب يحط الكيلو كله يحط، لان كميه الرز ما شاء الله كتيره خالص. يعني هتحلوا الرز بلبن بتاعكم حسب المزاج بتاعكم انتوا. في ناس بتحبه زياده، وفي ناس بتحب السكر ناقص، واللي بيحبه مظبوط وكده يعني. ده المظبوط ان شاء الله يا حبايبي. كيلو الا ربع رز هياخد كيلو الا ربع سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنزل باللبن قبل ما ادوب السكر يا حبايبي. بسم الله. اهو يا حبايبي كده حطيت كيلو الا ربع من السكر اهو، ما يعادل الرز اللي انا حطاه. كميه الرز ملت الحله يا حبايبي، علشان تاخدوا بالكم كوبايه رز واحده بتنفش وتعمل ما شاء الله بالطريقه ديت. وما تخافوش من زياده الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. السكر داب يا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. بصوا يا حبايبي انا لسه ما ضفتش اللبن. بصوا الرزايه خفيفه ازاي، والرزايه كل حبه بحبتها اهي ما شاء الله. الرز زاد بكميه، يعني زاد 4 اضعاف ما شاء الله، وكل حبه بحبتها يا حبايبي. والرز مش معجن ولا اي حاجه، متفلفل خالص ولا نشا ولا اي حاجه حطيتها يا حبايبي تتقل الرز بلبن معايا، لان مش هنحط، هو اساسا بينش مع نفسه. اللبن غالي بتاعي يا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بقشطته زي ما هو بالشكل ده كده. هنا في المرحله ديت يا حبايبي هرفع النار. بسم الله. ال2 كيلو لبن يا حبايبي زي ما هم اهو. بس بسم الله ما شاء الله كميه رز بلبن، يعني ما شاء الله فرح ما شاء الله. هرفع النار يا حبايبي. الرز بتاعنا ياخد غلوه واحده بس ويتشرب في اللبن كده، وهطفى عليه. ومعايا هنا يا حبايبي مكسرات. هنا في مكسرات زبيب وجوز هند وفول سوداني. وهنا كمان يا حبايبي في فرماسيه اهو. ده اللي يحب يعني الفرماسيه ده شكل كده بيحبوه الاطفال. معايا هنا يا حبايبي قشطه. القشطه دي انا مش شارياها، القشطه دي انا عاملاها، بجيب اللبن للمعجنات واغليه وابيته يا حبايبي، واخد الوش بتاعه علشان استخدمه في حاجات زي كده.
فانا هستخدم القشطه دي في نوعين من الرز هعملها بوش، علشان في عندي حد بيحب الرز بالقشطه كمان. وممكن تنزل دلوقتي معلقه سمنه بلدي، ما شاء الله يعني يطلع معاك الرز خطير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هياخد غلوه يا حبايبي بس واحده كده، واول ما يبدا ينشي هطفي عليه ونقدم مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يا حبايبي احنا نغرف اللبن مع بعض اهو. بسم الله. شايفين يا حبايبي اللبن خفيف وحلو ازاي، الرز قصدي خفيف وحلو ازاي، ما شاء الله. بصوا عامل ازاي اهو. الطواجن دي يا حبايبي اللي انا هدخلها الفرن، انا هعبي في الطواجن الاول اللي هتخش الفرن دي. بسم الله. لازم الرز يا حبايبي يبقى بالطريقه ديت عشان ما يعجنش منكم بالشكل ده كده. بسم الله. بعد ما نغرف طبعا هنظبط بعدين. بسم الله. دول يا حبايبي اللي هحط لهم القشطه على الوش اللي هيخش الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. معلش القشطه طالعه من الفريزر، بس هتسيح فوق وش الرز وهتبقى جميله خالص، هتتكرمل كده ويبقى لونها عسل وطعمها جميل خالص. هدخل دول الفرن يا حبايبي وهكمل باقي الكميه على بال ما دول يتكرملوا في تحت الشوايه بس يا حبايبي، مش هشغل غير الشوايه بس. هيتكرملوا دول ياخدوا اللون الذهبي الجميل كده، ونطلع نقدم مع بعضينا. هكون ان شاء الله عبيت كل كميه الرز معايا ونقدم مع بعض ان شاء الله. وخلاص يا حبايبي ده الشكل النهائي للرز بلبن بتاعنا. ما شاء الله يا حبايبي بسم الله. ده اللي بالقشطه هو اللي دخل الفرن يا حبايبي دوت. وده بالمكسرات الفرماسيه، وده برضه بالمكسرات الفرماسيه اهوت. وما شاء الله علب يا حبايبي. العلب دي كانت عندي انا استغلتها النهارده في عبوه الرز بلبن. كميه بسم الله ما شاء الله كبيره قد ايه، من 2 كيلو لبن وكيلو الا ربع رز يا حبايبي. ولو حابين تقسموا الكميه اقسموها، ولسه في كمان عندي 3 اطباق ستانلس تاني عشان الرخامه ما شاء الله مش شايله، فكميه كبيره جدا. يعني انتوا مش مرتبطين انتوا تعملوا الكميه دي كلها، لكن براحتكم يا حبايبي. الكميه اللي انتوا حابين تعملوها ان شاء الله ربع كيلو بس، مع كيلو لبن او كيلو الا ربع لبن هيمشي وهينفع. بس المهم نمشي على الخطوات اللي انا مشيت عليها يا حبايبي دي علشان تاخدوا احلى رز بلبن ان شاء الله. بس ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا بالقناه عشان ان شاء الله يا حبايبي يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وبالهنا والشفا مع اجمل رز بلبن لحبايبي ان شاء الله.